مشروع المليون يا جماعة. مشروع المليون بمكونات بسيطة وهتقدري تكسبي المليون فعلا. تعالوا اوريكم احنا عملنا الرز بلبن الجميل ده، وده اسمه مشروع المليون. سواء هو او غيره هقول لكم كل اسبوع احنا هنعمله ازاي وبأقل الامكانيات اللي تقدري عليها. نسمي ونصلي على رسول الله ونبتدي الفيديو نعرف الرز بلبن الجميل ده احنا عملناه ازاي. مشروع المليون. هجيب كوبايتين من الرز مغسولين، هحطهم في الحلة، هحط عليهم المية، هغطي الرز بالمية كتير عشان انا عايزة اسلقه. هولع عليه النار واخليه لما يستوي. كل ما تحسي ان هو محتاج ميه اديله ميه. انا عايزه حبايه الرز تكون مستويه زي الزبده. زوديه ولا يهمك حاجه، احنا عايزين الرزايه تستوي كويس قوي، وقلنا تبقى دايبه دوب في البق كده. ده القوام اللي احنا وصلنا اليه. شايفين بقى عامل ازاي؟ مهروس جدا يعني مستوي. طعمه جميل هيكون معاكي. لازم توصلي للقوام ده. عندي 4 كيلو من الحليب. نسمي ونصلي على رسول الله. دلوقتي هضيف الرز بتاعنا اللي احنا سلقناه. شايفين ولا ملدوع من تحت ولا اي حاجة. بسم الله ما شاء الله. لازم ايدك فيه على طول وانتي بتسلقيه. 2 كوباية من الرز اخدوا مني حوالي 7 كوبايات من المية عشان اوصل للقوام اللي انا عايزاه. شايفين عامل ازاي؟ دلوقتي كله هيختلط مع الحليب، والحباية بحبايتها مش معجنة ولا اي حاجة، بس هي مستوية. شايفين؟ انا هوريكم. شايفين عاملة ازاي؟ بس زي الزبدة. هنحط السكر ودوقي الحلي زي ما انت عايزة. حطيت دلوقتي كوباية، وادي تاني كوباية. نسمي ونصلي على رسول الله. وادي نص كوباية، يعني حطيت 2.5 كوباية عشان يبقى حلو، لانك ما تضمنيش ان اللي هياكل بره يكون بيحب سكر زيادة ولا لا. فلا، احنا نعمل زي ما هتعملي في بيتك بالظبط. طعمه حلو قوي كده والسكر جميل جدا. هضيف معلقتين من الكريم شانتيه يدي طعم جميل. ما تبخليش، يعني الناس تاكل مادام طالع لوجه الله. يبقى تعملي زي ما هتاكلي في بيتك، اعملي وما تبخليش. يعني ما فيش احلى من انك تطلعي لوجه الله زي ما بتاكلي في بيتك بالظبط. الكريم شانتيه ده هيديله طعم جميل جدا. عندي القشطه اللي انا مطلعاها من وش اللبن. شايفين جمالها؟ حطيتها برضو. عندي نص كيلو من الحليب البارد. احط 5 معالق من النشا. 3 4 ادي ال5. هضيف مكون جميل جدا هيخلي الرز بلبن بتاعنا يروح في مكان تاني. كريم، مش الكريم، عندي الكاستر. هحط معلقتين من الكاستر او 3 معالق كمان، هتخليها تروح في مكان تاني خالص. وهقلبهم. طب كده كتير يا ام اياد؟ لا يا حبيبه قلبي، مش كتير. انا عامله 4 كيلو من الحليب مع 2 كوباية من الرز مع 5 معالق من النشا مع 3 معالق من الكاستر. هيدوكي طعم جميل جدا في الرز بلبن. هيبقى رز بلبن بالكاستر حاجه كده اخر طعامه واخر لذاذه. هضيف معلقه صغيره من ماء الزهر او من ماء الورد، وايدك بتقلب باستمرار علشان ما يتلدعش من تحت.
لغاية ما يغلي، ونشوف هنعمل ايه الخطوة اللي بعد كده. اول ما تحسي ان هو بيطلع الفقاقيع زي ما انت شايفة كده، يعني ان هو غلى، نسمي ونصلي على رسول الله، نحط الخليط بتاعنا ونقلب باستمرار شوية شوية كده، ايدك فيه باستمرار عشان ما يكلكعش منك. بسم الله ما شاء الله. اخدنا الخليط كله حطيناه، شايفين الكمية بتاعتنا بقت وفيرة وزايدة ازاي. ايدك فيه باستمرار لغاية ما يغلي ويدينا القوام المطلوب. الكاستر مغيرش اللون ولا اي حاجة، لكن عطاله طعم كريمي خطير بجد. يعني شايفين اللون زي ما هو ما اتغيرش خالص، وهيدي للرز بلبن بتاعنا طعم جميل جدا. اعملي زي ما هتعملي في بيتك وتاكلي، طلعي الناس تاكل اللي انت بتاكلي منه. والصدقات ما بتنقص من مال ابدا، بل بتزيده، وربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. الشق تمرة يعني بتعمل كتير قوي عند ربنا، وربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب العالمين. شايفين القوام بتاعه كريمي وجميل ازاي كده. خلاص نسمي ونصلي على رسول الله. هطفي عليه واغرفه في في العلب بتاعته، اسيبه بس يهدى شويه. نسمي ونصلي على رسول الله، اللهم بارك. نبتدي بقى نغرف بقى، بسم الله ما شاء الله. نحط شويات كده اهو عشان يبرد. وكده نكون خلصنا الكمية بتاعتنا المطلوبة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.